يا شباب، اخباركم ايه النهارده؟ الحاجه يعني ايه، كل سنه وانتم طيبين. سنه جديده عليكم ان شاء الله، سعيده يا رب، ويكون فيها مبسوطين ان شاء الله. دلوقتي النهارده احنا عندنا كذا فقره عايزين نعملها. حلو. وعايزين نقولها. ايه هما الفقرات دولت؟ اول فقره عندي، انا جبت كام توقع صح في دور المجموعات. توقعت 24 توقع في دور المجموعات، اللي هم المراكز كده في دور المجموعات. دي حاجه. نتائج الجوله التانية ونتائج الجوله التالتة، وتحليل ماتش مصر وانجولا، وتوقعات الدور ال16، وسؤالين مهمين قوي عايز اسالها لكم في اخر الفيديو. اول حاجه، جبت كام توقع صح في دور المجموعات؟ من اصل يعني جبت كام توقع صحيح من اصل 24 توقع؟ احب اقول لكم يا جماعه ان انا تمام، كل دلوقتي بيقولوا 10 15 17 مش عارف ايه، انا جبت 9 توقعات. اه دور المجموعات خيب مني بصراحه، وانا برضو ايه فزلكت شويه، وجبت وتوقعت حاجات غريبه كده. حلو. فعشان كده طلع 9 توقعات بس عادي، ان شاء الله دور ال16 نعوض فيه. حلو حلو قوي. فهي دي اول حاجه. تاني حاجه ايه، نقول لكم نتائج الجوله التانية. اول حاجه، منتخب انجولا بيتعادل مع منتخب زيمبابوي بنتيجه 1-1. ومنتخب مصر الفراعنة بيتعادل مع جنوب افريقيا البافانا بافانا 0-0، قصدي 1-0. مصر كسبت جنوب افريقيا 1-0. ومنتخب زامبيا تعادل منتخب جزر القمر بنتيجة 0-0. ومنتخب المغرب بيتعادل مع منتخب مالي بنتيجة 1-1. وبعد كده منتخب بنين بيكسب منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-0. وبعد كده منتخب السنغالي أسود التيرانجا بيتعادلوا مع كونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1. وبعد كده عندك منتخب أوغندا بيتعادل مع منتخب تنزانيا بنتيجة 1-1. منتخب نيجيريا بيكسب منتخب تونس بنتيجة 3-2. والماتش ده رجالة بصراحة كانت من الماتشات المميزة جدا والجميلة جدا. أنا حبيت أوي الماتش ده بصراحة. بعد كده منتخب جابون بيخسر من موزمبيق 3-2. منتخب السودان بيكسب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0. ومنتخب الجزائر بيكسب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0. يبقى احنا كده عملنا اول فقرتين. نيجي ندخل بقى على الفقرة اللي بعدها، نتائج الجولة الثالثة. اخر توقع صح في اخر نتيجة في البتاع ده في الجولة التانية، ان منتخب الساحل العاج بيتعادل مع منتخب الكاميرون بنتيجة 1-1. سوري يا جماعة على الغلطة دي. نيجي بقى الجولة الثالثة، عندنا منتخب زيمبابوي بيخسر من جنوب افريقيا بنتيجة 3-2. جنوب افريقيا بتكسب يعني 3-2. منتخب مصر بيتعادل مع منتخب انجولا بنتيجة 0-0. منتخب المغرب بيكسب زامبيا بنتيجة 3-0. ومنتخب الجزائر جزر القمر بيتعادل مع مالي 0-0. ومنتخب اوغندا بيخسر من نيجيريا بنتيجة 3-1. ومنتخب تونس بيتعادل مع منتخب تنزانيا بنتيجة 1-1. وبعد كده منتخب الكونغو الديمقراطية بيكسب 3-0 بوتسوانا. وبعد كده منتخب السنغال بيكسب منتخب بنين بنتيجة 3-0. وبعد كده منتخب الجزائر بيكسب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1. وبعد كده منتخب بوركينا فاسو كسب السودان 2-0. وبعد كده منتخب سهل عاج بريمونتادا قوية جدا بيكسب جابون بنتيجة 3-2. بعد كده منتخب الكاميرون بيكسب موزمبيق 2-1. دي كده يا رجاله نتائج الجوله الثانيه ونتائج الجوله الثالثه، وجبت كام توقع صحيح في دور المجموعات. حين ماتش مصر وانجولا، بص يا جماعه، الماتش ده انا مفكرتش عليه كتير قوي، كان عندي ساعتها كان ليله امتحان يعني، مش فاكره كان ايه الامتحان اللي كان عليا تقريبا، بس كانوا امتحانين. حلو. فانا كنتش مفكرتش عليه قوي يعني، فاهميني. بس انا الماتش ده اعتقد الماتشات الممله قوي حسب لعب البدلاء. لو هتقول لي مين احسن 3 من البدلاء لعب بيهم، هقول لك بالنسبه لي مصطفى شوبير وابراهيم عادل
وانا شايف برضو اني احمد فتوح. التلاتة دول يا جماعه هم احسن 3 بدلاء، يعني دول ممكن تعتمد عليهم، الا ما باقي هو سيء جدا. تمام. اتعادلنا مع منتخب انجولا بنتيجه 0-0، ماتش كان في اغلب فتراته كان ممل قوي. بس انا عندي ملحوظه مهمه قوي. زيزو يعني ايه، حسام حسن برضو عايز برضو يكسب، ما عايز يكسب الماتش. تمام. كسبوا ما كسبوش خلاص. فنزل زيزو كتبديل عشان ايه، يعني ايه الدنيا تتحرك. فزيزو ضيع فرص غريبه جدا. يا جماعه زيزو بجد لازم نعرف. عايز اقول لكم حاجه بقى. زيزو لاعب محلي. هتقولي ايه ده. هقول لك فعلا زيزو لاعب محلي. تقولي ازاي؟ بص، زيزو هتلاقيه في الدوري المصري لما يجي يلعب غزل المحله، الزمالك، فاهمني، الكهرباء، الاسماعيليه، الانديه دي يعني، تلاقيه ايه جايب اجوان وعالمي ومش عارف ايه، وتحسه احسن لاعب في التاريخ. حلو. او يعني فاهمني. بس كده. انت بتيجي تلعب مثلا قدام انديه افريقيه او منتخبات افريقيه، تلاقيه ضعيف جدا. ممكن فين وفين يجيب لك جون مثلا، يعمل لك اسيست كده. فهو زيزو لاعب محلي، عكس الشناوي ده لاعب دولي، لاعب بيشرف في المحافل الدوليه. فماتش كان ممل قوي. انت اهم حاجه طلعت بالتعادل فيه عشان تصعد كمركز اول. حلو قوي. طب بعد كده بقى نيجي عند ايه، نيجي توقعات دور ال16. وده بقى توقعات دور ال16 اللي هيبتدي بكره. حلو. من وقت تصوير الفيديو ده. اول حاجه السنغال والسودان. بصوا يا جماعه، اسود التيرانجا وصقور الجديان، السنغال والسودان. انا من توقعاتي، اول حاجه السنغال عندها سكواد اقوى بكتير من السودان، جايبين اجوان اكتر، عاملين اسيستات اكتر، كل الكلام ده كله جا فيهم اجوان اقل. فعشان منتخب السنغال هيعبر من منتخب السودان. بس اتمنى طبعا السودان تكسب، ان هو منتخب عربي. نيجي عند منتخب مالي وتونس. بصوا يا جماعه، التوانسه هيزعلوا مني، بس فعلا منتخب مالي هيصعد. طب ليه منتخب مالي هيصعد؟ ده صاعد تاني وده صاعد تاني. حلو. بس انا يا جماعه منتخب تونس، اول حاجه انا كنت شايف ان مجموعته اسهل. حلو. حاسس ان هو اسهل بكتير من مالي. حلو. وتونس يا جماعه عامله اداء مخيب للامال جدا على فكره. حتى لعيبه تونس بعد ماتش تنزانيا ده على طول، اللي جيت قلت لكم نتيجته، دخل على طول بسبب الجماهير، كانت هترمي لهم ازاز وكده. ان فعلا يا جماعه تونس اداء وحش قوي في البطوله دي. حتى انا اول ما اتفرجت عليه قلت ماتش نيجيريا، قلت ده منتخب ضعيف مش هينافس على البطوله. ممكن تونس تكسب مالي، بس مش هتعرف توصل لاكتر من كده يعني، اخرها دور الثمانيه. بس انا بقول لك هو مالي هتكسب. مالي عندها قوه بدنيه اكتر. منتخب الكوره في رجليه سلسه. كفايه ان هو الفريق الوحيد اللي يعرف يعصر المغرب. منتخب المغرب ومنتخب تنزانيا. منتخب المغرب طبعا توقعت انه هيكسب، منتخب اقوى كسكواد، لعب فيه محترفين اكتر، كل حاجه جوانا اكتر، مش عارف ايه، ده صاعد قوي، ده صاعد احسن توالد. ف اسود الاطلس هم ان شاء الله اللي هيعطوا. نيجي عند منتخب جنوب افريقيا والكاميرون. انا توقعت منتخب الكاميرون. ليه؟ وعلى فكره مع الماتش ده هيبقى ممتع جدا جدا جدا، انصحكم بمشاهدته. الكاميرون هتعبر، يعني الكاميرون هتعبر عشان حاجه واحده بس، فرق الخبره في البطوله. الكاميرون ليها خبرات اكتر في البطوله دي. طب منتخب مصر وبنين، لا منتخب مصر هيعبر، ولازم يعبر. الروح بتاعت الهزيمه بتاعت مصر دي لازم تخليه يعبر. ومنتخب الجزائر ومنتخب كونغو الديمقراطيه، للاسف منتخب كونغو الديمقراطيه هو اللي هيعبر، ومنتخب الجزائر هيبقى باي باي. ليه بقى؟ عشان منتخب كونغو الديمقراطيه ده يا جماعه منتخب قوي جدا، بيحب يخرج الكبار. خرج مصر السنه اللي فاتت من قصدي البطوله اللي فاتت من افريقيا، وعصر منتخب اسود التيرانجا السنغال في المجموعه. منتخب الساحل العاج وبوركينا فاسو. منتخب الساحل العاج طبعا حامل اللقب هو اللي هيصعد. طبعا يا جماعه في الختام هنقول لكم سؤال مهمين قوي. عايزين تكتبوا في الكومنتات مين هيكسب البطوله دي. انا توقعت المغرب، مع او تختلف افريقيا تكون كل 4 سنين. يعني انتوا يا جماعه شايفين ان افريقيا دي تبقى كل 4 سنين زي ما قررت اعلنكم قبل
بداية البطولة ولا لا. ويا جماعة سلام.